الوعود التي لم تتحقق لهم إلى حد الآن التي أطلقها وزير الصحة حسب ما أكدوه والقاضية بزيادة سنة دراسية وزيادة في منحة صنف العمل كتعويض لهم ليرفعوا هؤلاء نداءهم مباشرة للوزير الأول عبد الملك سلال. التفاصيل مع ياسين حسين. هكذا عبر طلبة طب الأسنان بكلية الطب وهران عن غضبهم، حيث دخلوا في إضراب عن الدراسة جراء القرار الذي لم يهضمه إلى حد الآن من طرف وزير الصحة، والداعي إلى زيادة سنة دراسية مقابل الرفع من مستوى صنف العمل إلى 16. احنا يا طلبة طب الأسنان جامعة وهران من الطور الأول من السنة الأولى من طب الأسنان إلى السنة السادسة نقوم هنا بإضراب المطالبة بحقوقنا، اللي ما تحققش على مستوى الوظيفي العمومي. عندنا ان سول بروبليم اللي هو لا كاتيجوري مازال ان ميدسان دونتيست يخرج افيك ان سالير مينابل. مطالب هؤلاء الطلبة وجهوها للمسؤول الأول عن القطاع وإلى الوزير الأول والقاضية بالتدخل وتطبيق الوعود. الميساج تاعنا ولا النداء تاعنا راه للوزير الاول السيد سلال شخصيا، لانه هو الوحيد اللي غادي يقدر يدير حاجه في هذا الموضوع، بيسكو لو بروبليم تاعنا راه بين 3 مينيستير، لا فونكسيون بوبليك، لونسينيومون سوبيريور، بيسكو زدنا لو ديبلوم تاعنا تبدل ورانا دكتور اون ميديسين دونتير، ومع وزاره الصحه اللي لازم هي تصادق على واش قالت اليا 6 بلي غادي نطلعوا لنا في لا كاتيجوري. دونك حنا حقنا هذا. في انتظار القرار الذي ستصدره الوزارة الوصية، يبقى هؤلاء الطلبة في مواجهة مستقبل قالوا بشأنه بالمجهول. في